السلام عليكم. واحد من الأصدقاء الأعزاء المتابعين للقناة يعني لقيته مكلمني تليفونيا وزعلان جدا إنه أنت إزاي بتقول يعني نزرع ونخل صعيدي براحتكم، في أنواع تانية أحسن وأكسب وتنفع في كل الجمهورية. أنا تخيلت في البداية الحقيقة إنه بيتكلم على المجدول أو البرحي، لكن اكتشفت إن الراجل الطيب بيتكلم عن نخل الحياني. طب هل الحياني ينفع في مثلا جنوب مصر او في محافظه الوادي الجديد تحديدا؟ ينفع، بس تعال نبص لاقتصادياته ونقله وتصنيعه. هو وجهة نظره يقول لك لا، الفسيلة الحياني النهارده ب 100 جنيه او 150 جنيه، لكن بزرع في الفدان من 100 ل 120 نخل، لان جريده مش طويل زي النخل الصعيدي، وبالتالي في وحدة المساحة اللي هي فدان مثلا، بدل ما ازرع 60 نخلة صعيدي هتجيب لي مثلا النخلة في حدود 1000 جنيه 1500 جنيه، لا انا اقدر ازرع 100 و120 فسيلة حياني واخد منهم نفس الارقام. الكلام ده الحقيقة على خلاف الواقع تماما. النخل الحياني تقريبا بتتباع على بعضها كده ب 400 500 جنيه، وبتصرف تقريبا زي النخلة الصعيدي. فلما نيجي نحسب تكلفة الفدان ده، بعيدا عن ان احنا هنزود طبعا في تكلفة الشبكة لانه عدد النخل اكتر، فبالتالي الشبكة هتزيد كتكلفة يعني، وفي نفس الوقت هبقى بدفع في ثمن الفسائل تقريبا اكتر من النخل الصعيدي. فالنصيحة اللي بقول لحضراتكم، حضرتك ارضك في وجه بحري، ازرع الانواع الفريش، سواء بقى برحي او زغلول او حياني او خلافه. الانواع اللي ما تنفعش في الاسف عكس الوجه القبلي او الوادي الجديد، بنزرع فيه الانواع النصف جافة او الانواع الجافة، سواء بقى في الصعيد من اول اسوان وحضرتك طالع كده لغايه يمكن اسيوط، او في الوادي الجديد او في سيوه، بنزرع الاصناف الجافه او النصف جافه اللي ما تنفعش في وجه بحري. اللي ارضه في وجه بحري يبقى يزرع الاصناف اللي تنفع في الجميع، زي مثلا اصناف العجوه او اصناف الفريش. الوجه القبلي يخليه في الاصناف النصف جافه او الجافه، لانه الملاحظ انه حتى البرحي اللي اتزرع في وجه قبلي او في الوادي الجديد لازم يتشال من على النخل يعني اخضر من غير ما يكون لحق يسكر. فبالتالي الحقيقه بنشوف للاسف يعني بلح برحي مثلا يعني جودته سيئة جدا. فبالتالي التوزيع الجغرافي لزراعة النخيل لازم يكون متناسق مع طبيعة الجو وطبيعة المكان اللي هيتزرع فيه. زي مثلا ما وزارة الزراعة بتقول ان اصناف القمح الفلانية افضل تتزرع في وجه بحري، اصناف القمح الفلانية تتزرع في وجه قبلي، هكذا في النخيل برضو. في اصناف ما ينفعش تتزرع في وجه بحري، في اصناف الافضل انها تتزرع في وجه قبلي والعكس. ده كان ردا بس على رسالة الصديق المحترم يعني. الخلاصة ان احنا لازم حضرتك تشوف هتزرع فين، وهتزرع باقتصاديات شكلها عامل ازاي، وعلى اساسه تحدد نوع النخل اللي انت هتزرعه. مش تقول انا عايز ازرع نخل مثلا برحي وخلاص، عايز ازرع نخل مجدول وخلاص. اذا كان كده وحضرتك لسه ما عندكش ارض، يبقى اختار الارض الانسب والجو الانسب للنوع اللي انا عاوز ازرعه. طيب افرض انا خدت ارض فعليا، يبقى لازم اشوف النوع النخل المناسب للمكان والجو اللي انا فيه. شكرا لحضراتكم.